مدرب المغرب يفاجئ الجميع باستدعاء 28 لاعبا لمعسكر إعدادي خاص، والنجم أيوب بادي مرشح لجائزة الفتى الذهبي 2026. محمد وهبي مدرب المغرب يفاجئ الجميع ويستدعي 28 لاعبا لخوض معسكر إعدادي خاص قبل إعلانها عن اللائحة النهائية. أيوب بادي النجم المغربي القادم بقوة مرشح للفوز بجائزة عالمية مرموقة لسنة 2026. مشاهدينا الكرام، لايك والجيم ديالكم مهم بزاف. يوتيوب كيعتمد على عدد جيمات لايكات لانتشار الفيديوهات ووصولها اليكم. كنتمنى انكم تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة. يلا نبداو على بركة الله. هذه الاسماء معظمها لن يتواجد في كأس العالم، بل سيختار منها القليل وسيضيفهم الى الاسماء التي نعرفها جميعا. فاللائحة هي كالتالي: في حراسة المرمى المهدي الحرار، منير كجوي، ويانس بن شاوش، وإبراهيم غوميز، وثنائي المنتخب المغربي للشباب. أيضا عبد الحميد أيت بودال، والتواجد لأول مرة لإسماعيل باعوف، إسماعيل السباري، وأسامة الغالين، وعودة عمران لوزة، وسمير المرابط، وأنس صلاح الدين، مروان سعدان، ومدافع المنتخب المغربي في كأس العرب، بالإضافة إلى ياسين جاسيم، محمد الشيبي، عودة سفيان بوفال، بالإضافة إلى ريان بونيدا، ياسر زابيري، عثمان معمة، وسفيان بن جديدة. مهاجم مغرب الفاسي يانس البكراوي، بالإضافة إلى التواجد لأول مرة لأيوب بادي، وأيضا التواجد لأول مرة لتوفيق بن الطيب، كذلك أيوب الميموني جناح انتراخت فرانكفورت، وكذلك سفيان الفوزي متوسط ميدان شالكة الألماني، كذلك مدافع المنتخب المغربي في كأس العرب سفيان بوفتيني، وأيضا يوسف بالعامري، أيوب الكعبي، وسفيان الكرواني. إذا لاحظتم فمعظم هذه الأسماء هي أسماء يتم استدعاؤها لأول مرة للمنتخب المغربي الأول. غادي نحاول نوضح الفكرة للجميع، لأن بعض غادي يظن أن هذه هي اللائحة النهائية وأن هذه الأسماء غادية تتواجد في كأس العالم. الأمر ليس كذلك. في هذه اللائحة كما قلت في البداية خاصة بمعسكر إعدادي سيمتد من 22 ماي الحالي إلى 26 ماي. هذه اللائحة خاصة فقط بمباراة بوروندي اللي أصلا غادي تكون مغلقة ولن تلعب أمام الجماهير. فمحمد وهبي استدعى 28 لاعب باش يجربهم كاملين في مباراة بوروندي، وقد تكون حتى مباراتين ضد بوروندي، لأن 28 لاعب باش تجربهم كاملين خاصك على الأقل مباراتين. وبالإضافة إلى ذلك فهاد اللاعبين كاملين محمد وهبي ما باغيش يظلمهم، باغي يعيط فقط لهذه الفئة، ومن هذه الفئة غادي يخرج خرج 4 أو 5 أسماء أو حتى 6 أسماء أو 7، كذلك 7 أسماء، ويضيفها للقائمة فيها 20 اسم. فممكن نقول ان 20 لاعب اللي اصلا ما متواجدينش في هذه اللائحه راهم ضامنين مكانتهم في اللائحه النهائيه ديال المونديال. من بينهم اشرف حكيمي، ياسين بونو، عبد الصمد الزلزولي، وناحي، ونصير المزراوي، وغيرهم. هاد الاسماء اللي كلشي عارفها ما كايناش في هذه اللائحه. علاش؟ حيت هاد الاسماء ضمنت مكانتها نسبيا. اذا ما تعرضش شي واحد فيهم لا قدر الله للإصابة فهم ضامنين مكانتهم في اللائحة النهائية. هاد 28 اسم جديد عيط ليهم محمد وهبي باش يجربهم ويخرج منهم واحد الفئة باش يضيفها للقائمة النهائية. فإذا لاحظتم مثلا ما معيط على 4 حراس، معيط على 4 حراس باش ممكن يهز منهم 2 ويضيفهم للقائمة النهائية. كذلك في الدفاع معيط على عبد الحميد أيت بودلال، وإسماعيل باعوف، وسفيان بوفتيني، ومروان سعدان. أيوب بادي النجم المغربي القادم بقوة مرشح للفوز بجائزة عالمية مرموقة لسنة 2026، واللاعب يقترب كثيرا من الانتقال إلى نادي عملاق في أوروبا. بداية بالجائزة، فمجلة توتو سبورت الإيطالية كشفت عن التصنيف الأول لقائمة الفتى الذهبي توب 100 التي تضم أفضل المواهب الشابة في أوروبا لسنة 2026، ويتواجد النجم المغربي أيوب بادي في المراكز الأولى حاليا في الترتيب، علما أن لامين يامال يتصدر الترتيب حاليا، ولكنه لن يتوج بالجائزة بسبب تتويجه السابق بها في السنة الماضية، وهذا ما يجعل أيوب بادي مرشحا بارزا جدا للفوز بهذه الجائزة. طبعا هنالك مرشحون ومنافسون أقوياء كذلك على الجائزة،
فالمجلة وضعت حاليا نظام تنقيط لترتيب اللاعبين الشباب، ويتصدر الترتيب كما قلت لامين يامال 80,660 نقطة، وفي المركز الثاني زاير إيميري لاعب باريس سان جيرمان ب 74,564 نقطة. وفي المركز الثالث بوكو باريسي مدافع برشلونة 71,919 نقطة. وفي المركز الرابع يان ديوماندي ب 66,540 نقطة. وفي المركز الخامس ستيفاو ب 65,278 نقطة. وفي المركز السادس يأتي أيوب بوعدي 64,247 نقطة. ثم في المركز السابع ليونارد كار. وفي المركز الثامن فيكتور فرونج. وفي المركز التاسع جوريل هاتو. وعاشرا لوكا فيسكوفيتش. طبعا هذا الترتيب لا يعني شيئا بخصوص من سيتوج بالجائزة، لأن التصويت هو من سيحسم الفائز بجائزة أفضل لاعب شاب أو ما يسمى بجائزة الفتى الذهبي لسنة 2026. ولكن أن تحتل المركز السادس من بين 100 موهبة في العالم في الترتيب الحالي فهي بداية مبشرة للنجم المغربي أيوب بعدي. إخواني الكرام، ما تنساوش دعمنا بلايك و تفعيل الجرس لتتواصلوا بكل جديد. يلا مع السلامة.